شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. المجلس المحلي بتطوان في زيارة للفقيه سيدي عبد السلام داود في إطار تفعيل البرنامج الاجتماعي والتواصلي المسطر خلال هذه السنة ضمن أنشطة المجلس العلمي المحلي بتطوان، وتحت شعار قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. سن المجلس سنة حميدة، وهي زيارة علماء وفقهاء وأئمة وخطباء الإقليم في منازلهم لصلة الرحم معهم، لأن العلم رحم بين أهله، واعترافا بفضلهم وتقديرا لجهودهم في خدمة كتاب الله والشأن الديني، وتكريمهم والتعريف بهم. ولقد قام رئيس المجلس دال محمد الشنتوف رفقة أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس دال يوسف إحنانة ودي محمد غبالو وذي أحمد بوزيان، ومنسق الأئمة المرشدين عثمان آية أحمد، والمرشدين سعيد أخريف وعبد السلام الهليلي، بزيارة إلى جماعة الحمراء ببني حسان، والتقوا مع الفقيه الأجل سيدي عبد السلام داود المحتفى به في مسجد سيدي محمد الحاج وولد الفقيه سيدي عبد السلام داود سنة 1929 بمتشر شكراد، وبه نشأ وترعرع إلى أن أدخله أبواه إلى مسجد القرية مسقط رأسه، فيسر الله له حفظ القرآن على يد عدد من فقهاء المنطقة، منهم الفقيه سي محمد الحلحلي والفقيه سي محمد الترغي بمتشر بني موسى، وسي محمد الرئيس بمدشر تافراوت، والفقيه سي محمد الزموري بمتشر أكسبات، والفقيه سي محمد الحميمي ببني دركول بالأخماس العليا، والفقيه سي عبد السلام بن عزوز الفقيه ستيتوي بتزكتان بالأخماس العليا كذلك، وغيرهم. ثم مارس مهمة الشرط، أي الإمامة وتحفيظ القرآن الكريم في عدد من المداشر لأزيد من 60 سنة، فحفظ القرآن على يديه والحمد لله عدد كبير من الطلبة. ولقد أثنى الرئيس والعلماء أعضاء المجلس في كلماتهم على الجهود الجبارة التي بذلها الشيخ المذكور في تعليم كتاب الله، وذكروا ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وقيم نبيلة. ولقد لقيت هذه الزيارة ترحيبا كبيرا من الفقيه المحتفى به وأسرته وأهل قريته وقبيلته، وسلم الرئيس وأعضاء المجلس والأئمة المرشدون المشار إليهم أعلاه هدية المجلس إلى الفقيه، وكذا شهادة شكر وتقدير اعترافا بما أسداه من خدمات جليلة للقرآن الكريم حفظا وضبطا ورسما، وبما قدمه لبيوت الله وروادها من تعهد للصبيان وتعليمهم كتاب الله ومبادئ الإسلام وأخلاقه وقيمه النبيلة. فنسأل الله أن يبارك في عمره وأسرته الكريمة، وأن يجعل القرآن حجة وشفيعا له يوم القيامة. وختمت الزيارة بدعاء الشيخ المحتفى به لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.